سيد الرئيس، موكلي صلاح محسن إبراهيم هو بينقط في الفرح. لديه عقود موثقة أن شقيقه باع له الشقة، ورغم ذلك سمح لأرملة شقيقه وابنتها بالعيش معه دون تضييق أو اعتراض. إلا أن الأمور تفاقمت عندما قامت أرملة شقيقه بالزواج من أحد المسجلين خاطر، وما زاد الطين بلة أنها أتت بهذا المجرم للعيش معهم في الشقة. وعليه فإنني أطلب من عدالة المحكمة إصدار حكم بتمكين موكلي من الشقة محل النزاع. ولكم جزيل الشكر. الدفاع يتفضل. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عبد الستار. الله يسلمك يا سيادة الريس، الله يسلمك. الحمد لله، الحمد لله على عودتي إلى بيتي الحقيقي. بعد إذنك يا ريس. سيادة القاضي، أنا بحب الخشب بتاع المحكمة، أنا بحب القفص بالمجرمين، هي دي حياتي الأصلية. الحمد لله رجعت لها بالسلامة، الحمد لله. عبد الستار الكافي يا فندم، حاضر مع الدكتورة والست والدتها. أعترض، فالمدعو عبد الستار غير أهل للوقوف في المحكمة، لأن لديه شهادة معاملة أطفال يا فندم، وهذه نسخة في عدالة المحكمة. اتفضل. صديقي دمه خفيف قوي، وأنا معي نسخة منها. بعد إذنك يا فندم، أجي أقف هنا؟ هو كان واقف؟ أوكي. بعد إذن سعادتك يا فندم، أنا معايا شهادة معاملة أطفال فعلا، ولكن الشهادة دي اللي أصدرتها المستشفى حتى تخلي مسؤوليتها عني، ولكني أنا نقابي يا فندم ومزاول للمهنة. موضوع الشهادة ده بعيد عن صلب القضية، ومحتاج لجنة مختصة من النقابة للبت فيه. اعتراضك مرفوض يا أستاذ سعد. اتفضل يا أستاذ عبد الستار. وبناء عليه بعد إذن سعادتك خش في الموضوع يا أستاذ عبد الستار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب قويني يا رب. العودة قاسية، ولكن سيادة الرئيس، بالنسبة للكلام اللي زميلي قاله إن الراجل اللي اتجوز الهانم بياكل ويشرب، أقول له لأ، اللي بياكل ويشرب في البيت سفلقة موكله الأستاذ صلاح، آكل شارب نايم عصير في قهوة في فاكهة وكله سفلقة. لدرجة على ما أذكر في يوم كان من أيام الصيف شديدة الحرارة، والست فاتن المسكينة اللي قاعدة دي جايبة بطيخة زي أي ست كبيرة عايزة تطري على قلبها، قطعتها ساعتك وحطتها في درج التلاجة. يعني مش أي حد يبص على طول يلاقيها إلا اللي حطتها، وإذا بيها بالليل قايمة تطري على نفسها لقيتها اتاكلت. سما كانت في المستشفى. مين اللي كان البطيخ سعادتك؟